المغرب في مصاف الكبار بأيدي جلالة الملك نصره الله. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. كاملين داز علينا الخبر هذه يومين ديال اختيار الملك محمد السادس نصره الله كعضو مؤسس في مجلس السلام اللي دارو ترامب، وسيدنا وافق على هذا العضو المؤسس بصفته انه امير المؤمنين ورئيس لجنه القدس. كاين اللي خدا الخبر كخبر وفقط، لكن اللي ما الناس ما عارفينوش ان فرنسا ما تختارش او ماكرون في شخصيه ما تختارش، وترامب تنمر عليه قليلا ودار له وليته قريبه تسالي. فهذا الشيء كيبين على القوه ديال المغرب وقوه جلاله الملك نصره الله، وكيف قلنا في بدايه الفيديو في مصاف الكبار، فما بقيناش نقارنوا راسنا مع الصغار. لهذا شي وحدين فيهم الحراقيه نايضين كيديروا لنا الافخاخ ولا الفخاخ ولا ما عرفتش لو تاغ بالعربيه بالضبط، كيحاولوا يطيحونا في الفخ باش نبانو خايبين قدام العالم، لانهم عارفين القوه ديال المغرب راه ما بقاتش غير في المستوى القاري ولا في مستوى شمال افريقيا، بل المغرب ولا عنده القوه ديالو في مصاف الكبار. باش تختار عضو مؤسس في مجلس السلام اللي دارو ترامب راه ماشي سهله، ماشي اي واحد غيقدر ياخذ هاد البلاصه هذه، وماشي اي واحد غيقدر عليها. فلهذا ما نجروش مور الشائعات اللي كيديرهم شي وحدين، خصوصا ان صحافتهم هاد الصباح خرجت ليها طاي، ما نجروش مور الذباب الالكتروني اللي كيدير فيها انه مغربي وبغي يجرنا ثاني عاوتاني المشاكل اللي حنا فغينا عليها. حنا خلف جلاله الملك كيف قلتها البارح، لان اي اختيار كياخذو سيدنا كيكون في مصلحتنا كشعب وفي مصلحتنا كدوله. دام العز لنا، والله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره. تحياتي.